انتبه أن تتحول إلى واعظ. يعني أنا أخشى عليك أن تصبح واعظ، لأن المسألة ببساطة أصبحت تصنيف. في مفكرين ونخب وناس فاهم، وفي شوية ناس مساكين على قد حالهم وعاظ، والخير عندك مع أي فريق تحب تكون. هذه النصيحة قرأتها قبل فترة لشخص ينصح بها شخص آخر. طبعا الفكرة ظلت في رأسي ورجعت أبحث، إيش يعني واعظ؟ من هو هذا الواعظ المسكين؟ خلونا نشوف مثلا قيمته في القرآن. يعني كوننا مسلمين، القرآن هو الميزان الذي تقاس به الأمور، نعرف الصح من الخطأ. الله يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في آية أخرى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إني أعظك أن تكون من الجاهلين ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ما لم يتواصى الناس بقيم الحق والصلاح فهم يعيشون نوعا من الخسران والتيه. تنهار مجتمعات وتفسد حين يغيب النصح والإرشاد والوعظ. يعني كم نحن مدينون لمنبه التلفون مثلا حين يذكرك بمواعيدك اليومية، دوام، زيارة دكتور، إنجاز مهمة، موعد مع صديق. هذا الواعظ يقوم مقام المنبه، أخذ على كاهله مسؤولية تذكيرنا بالله وما يقربنا إليه من عبادات وسلوكيات وقيم تهذب المجتمع. فلماذا يرى له بعضنا بنظرة قاصرة؟ هذا سلوك الأنبياء، بل وظيفتهم ودورهم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. وفي آية أخرى تبين لك كيف أن الاستجابة للوعظ تمنح صاحبها صفة الإيمان. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، عرفنا الآن قيمة الوعظ عند الله. في الجانب المقابل، من يسخر من الوعظ ويقلل من أهميته؟ قوم عاد عندما كذبوا هود عليه السلام قالوا له: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وفي موضع آخر يحتاج فعلا وقفة، يقول الله: إنه كان فريق من عبادي يقولوا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فلما تنظر للخطاب الوعظي بدونية وتقلل من شأن أهله، مش ذكاء ولا فهم عميق للحياة وما ينفع لها. ميزان الله هو من يميز المهم من غير المهم. أحيانا ما يدفع الإنسان للسخرية هو استهانته أو اعتياد سماعها من الناس. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ليس من الضروري أن نحتقر شيئا عظمه ديننا حتى نظهر بشكل أكثر مدنية وتحضر. ما المانع أن نتحضر ونتعلم العلوم ونتعظ بما يذكرنا بالله؟ يعني في واحد كتب لي: وديناك لألمانيا ودرسناك فيها ورجعت لنا عمرو خالد. والله مشكلتك، كان مفروض توديني مكة أوفر لك. صحيح أن هناك من لا يجيد الموعظة الحسنة ولا يراعي أحوال الناس وربما يتحدث بما لا يعلم، وصحيح أن هناك من يخون الأمانة ويضلل الناس عشان يخدم مشاريع معينة، وهذا ينفر الناس ويرسخ صورة نمطية سيئة ويوفر فرصة لقطاع الطريق طريقك إلى الله. لكن يظل قلة قليلة وسهل جدا تميز خطابه، مش حاجة جديدة يعني. المهم أن ذلك لا يدفعك لسد أذنيك وتوجيه ظهرك لكل من يذكرك بالله. أنت بحاجة لذلك، ستضيع. أنت لا تقدم خدمة عندما تدير ظهرك. خذ ما ينفعك واترك ما سواه. الناحية الأخيرة التي لازم نستوعبها بشكل جيد هي أن الوعظ ليس محصورا على فئة من الناس. هذه مهمتك أنت كمسلم، أيا كان مجال تخصصك وعملك ووظيفتك، ما لا علاقة. حتى لو كنت مهندس، تحية للزملاء المهندسين. الله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا كنت تريد أن تحظى بهذه الخيرية فقم بهذه المهمة. النبي يقول: بلغوا عني ولو آية. أن تعظ الناس ولو في دائرتك الصغيرة، إخوتك الصغار، أبنائك، أقربائك، مهمتك. أخيرا
عندما تسمع موعظة أكبرها في نفسك واستمع بقلبك قبل أن تتقمص دور الناقد المصحح. تذكر حتى أنسوكم ذكري. هذا ليس مقام استعراض مهاراتك. عمر رضي الله عنه التقت به امرأة على الطريق فقالت: رويدك يا عمر، عهدي بك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الفتيان، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمرا، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب منه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت. فبكى عمر وهو عمر، والمرأة لم تأتي بجديد فقد ذكرته، ولكنه أكبرها في نفسه. أنت تستمع لخطاب يذكرك بالله، بخالقك، بحقيقة هذه الدنيا. الوعظ هو من ينبهك لمستقبلك الحقيقي. لذلك تلقى أغلب الناس كلما كبروا في السن كلما اهتموا وتأثروا بالوعظ، لأنهم يدركون أن النهاية قد اقتربت، وأنه لن ينفعهم إلا الله وما يقربهم إليه، وكل ما دون ذلك لن يبقى. لا تنتظر حتى تشيخ، أنت لا تضمن ذلك. واجتهد أن تكون ممن قال الله فيه: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. والسلام عليكم.